بحب يوسف الشريف. في الحقيقه في ناس ما ينفعش نقول ليه بنحبهم، زي روبي مثلا. ايه المميز في روبي؟ عادل امام. ايه المميز في عادل امام؟ غول تمثيل. جيله كله عمل، من نور الشريف، من عمر الشريف، لاحمد زكي اللي اقوى منه تمثيليا بكتير، وكلهم كان عندهم قدره على تجسيد الشخصيات. لكن الاستاذ عادل امام دايما بيطلع لنا بشخصيه واحده، نفس الكاركتر. سمير غانم الله يرحمه كان دمه اخف منه. طب اقول لك على حاجه اكتر، بنات استاذ سمير غانم دمهم اخف من عادل امام. لكن بنحب عادل امام، في شيء من عند ربنا كده احنا بنحبه. يعني انا قصدي ان انا اقول لك ان احنا بنحب يوسف الشريف حاجه من عند ربنا كده، لا، في اسباب كتير ان احنا نحب يوسف الشريف. انا مش جاي اقول لك اتولد سنه كام، ولا كان اسمه محمد اسماعيل ناجي، ولا الكلام ده خالص. خلينا نعدي على اهم اعمال يوسف الشريف، بعد كده نشوف ليه اساسا احنا بنحبه. سنه 2004 ومع روبي قدم لنا فيلم 4 ورايات كوتشين، اول عمل ليه وكان بطوله. بدايه غريبه ها، ده حتى ولاد الممثلين اللي في بقهم معلقه ذهب ما بدأوش ابطال زي يوسف الشريف. والفيلم كان من اخراج مخرج الكليبات المشهور شريف صبري. خد بالك الفيلم ده كان فيه الاغنيه الايقونيه الروبي الخالده، اغنيه كل ما اقول له لا التي هزت عرش ام كلثوم وهيفاء وهبي. لا خلينا نتكلم جد شويه، الفيلم وحش جدا، لان الفيلم كان تجاري، كان استغلال لنجاح روبي، لان روبي كانت لسه طالعه. وبعد كده شارك في شويه اعمال ملاش لازمه زي حليم وسندريلا، مسلسل للعميل 1001، وفيلم فتح عينيك. ممكن فيلم فتح عينيك انه عمل افضل دور ظابط ممكن تشوفه. فيلم فتح عينيك كان بطوله مصطفى شعبان ونيلي كريم ويوسف الشريف، والثلاث ممثلين دول ما افتكرش ان في فيلم نجح لهم. افلامهم دايما بتفشل، لكن دايما مسلسلاتهم هي اللي بتبقى رقم واحد في رمضان. تعرفش ازاي؟ يمكن ده راجع لاختلاف جمهور السينما عن جمهور الدراما. والسنه اللي بعدها عمل هي فوضى، افضل دور وكيل نيابه ممكن تشوفه. وفيلم هي فوضى راح مهرجانات عالميه كتير، وطبعا يوسف الشريف راح وشال بعد كده فيلم بطوله لوحده، هو فيلم العالمي. لازم تبعد عن 3 حاجات: السجاير والخمره والنسوان. فيلم حلو جدا، هو اللي اتنبأ بالنني. ايه؟ محمد صلاح؟ خلينا نمشي محمد صلاح، احنا اسفين يا صلاح. لكن زي ما قلت لك في اول المقطع، يوسف الشريف ملوش حظ في السينما، ولا هو ولا مصطفى شعبان ولا نيللي كريم. والفيلم نجحش النجاح الكافي، واتجه يوسف الشريف للدراما، ومن هنا بدأت الأسطورة. حكايتنا المسلسل المواطن اكس اللي كان فكرته غريبة جدا، وبنشوف قصة المسلسل من الفلاش باك، ودي كانت حاجة غريبة على الجمهور المصري. وهو ده موضوع حلقتنا وليه بنحب يوسف الشريف: التميز. يوسف الشريف أدرك من بداياته إنه لازم يتميز، إنه لازم يخرج بره القطيع. رمضان 2021 محمد رمضان نازل بمسلسل موسى، نمبر 1 بيلعب في مسرح الدراما الصعيدية. المخرج الأشهر محمد سامي نازل بنسل الأغراب، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا. مسلسلات غريبة زي ظل راجل، ومش عارف ضد الكسر بتاع نيللي كريم. كل الهيصة دي والحاجات التقليدية النمطية، بيظهر لنا مسلسل غريب اسمه كوفيد 25. على جميع المواطنين البقاء داخل منازلهم. 15 حلقة بس. ده بقى التميز، هو مختلف عن القطيع كله. كأنك رحت فتحت سوبر ماركت في شارع ما فيهوش أي سوبر ماركت، هتبيع لانشون وجبنة كتير. شوف شوارع تاني وتعمل فيها فروع. أظن وصلت. هو متميز مع نفسه، هو بيلعب في ملعب مفيش حد بيلعب معاه. الإنسان هو أخطر شيء في الحياة، حتى لو كان اللي بيحركه شيطان ولا جن أزرق، فالإنسان في الآخر هو الأداة اللي بتنفذها. الإنسان هو اللي بيقتل، هو اللي بيسرق، هو اللي بيشوه، هو اللي بيخون، هو أصل كل شر وكل فساد. اي قائمة عن افضل المسلسلات في التاريخ المصرية هتلاقي فيها الصياد، ان لم يكن هو اول واحد فيهم كافضل مسلسل. مسلسل الصياد على ما اعتقد اظهر له الفكرة اكتر انه لازم يتميز. مسلسل لعبة ابليس اللي كان طالع فيه ساحر واعلامي، دي نقلة جديدة، هو بيضيف عالم جديدة للدراما الرمضانية. مسلسل القيصر ضاف اكتر دراما الاكشن. المسلسل اللي بعد القيصر كان رعب، اول مسلسل رعب مصري. كفر الدلهاب مسلسل رعب وفانتازيا. مش عارف اروح بالتميز لحد فين. وفي السنة اللي بعدها بعد كفر الدلهاب يوسف الشريف ما شاركش في رمضان وعمل فيلم بني آدم. الفيلم في وجهة نظري التي ليس لها قيمة هو حلقتين من مسلسل مهلهل. انه يسب آلهتنا. في السنة اللي بعدها مسلسل النهاية اللي كانت نهايته مفتوحة، كان نقلة تاني لأنه أول مسلسل خيال علمي مصري. آخر حاجة قدمها لنا هي كوفيد 25. احنا ما شفناش يوسف الشريف من 2021، ونحن الآن ننتظر مسلسل الراكون اللي هيجينا في رمضان 24. لو وصلت لهنا فأنت مميز جدا على فكرة زي يوسف الشريف.